السلام عليكم. وقفة المطبخ في الصيام صعبة جدًا، عشان كده الذكاء إننا نتعب يوم ونرتاح شهر. جمعت لكم النهارده الخلاصة في تجهيزات اللحوم لرمضان، وأسرار تتبيلة اللحمة عشان تستوي معاكِ بسرعة، ومعانا حِيَل جديدة للحمة المفرومة، وإزاي تضاعفي الكمية وتدّيكِ طعم حكاية. الفيديو ده هو دليلِك لرمضان هادي ومنظم. يالّا بينا مع بعض نعمل أحلى تفريزات اللحمة المفرومة، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق حلو كده زيكم. يلا بينا نشوف الجمال والعظمه ده هنعملها ازاي مع بعض. جت الحمد لله. جت. يلا بينا النهارده مع بعض هنعمل كفته الحاتي بكل اسرارها وكل تكاتها بمعلقتين سريين هنحطهم على الكفته، هتطلع معاكي في منتهى الجمال. دي كيلو لحمه هنعمل منه نص همبرجر ونص كفته، مقادير بسيطه جدا موجوده في كل بيت وسهله ومش هتاخد منك وقت خالص، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال وهنشيلها من تفريزات رمضان. يلا بينا نعمل احلى كفته الحاتي واحلى همبرجر هتاكلوه في حياتكم. معانا بصله مبشوره، والافضل انها تكون بصله بيضاء، رشيت عليها رشه صغيره ملح، ويلا بينا هنعصرها كويس جدا. ودي خطوه مهمه جدا، خطوه مهمه مش هتخلي ابدا الكفته تفك معاكي. بصي لازم تعصريها كويس ونزلي الميه بتاعتها بس ما ترميهاش. الميه دي اللي هنعمل بيها احلى كفته، وهتعملي احلى كفته في رمضان لاولادك. مقادير بسيطه جدا موجوده في كل بيت، مش هتاخد منك وقت خالص. نعصر كويس جدا البصله، لازم تنزلي كل، شايفين الميه اللي نازله منها قد ايه؟ لازم تنزلي كل الميه دي. شايفين كميه الميه قد ايه طلعت من بصلايه صغيره؟ طبعا النص كيلو كفته هياخد بصلايه متوسطه كده. شايفين لما بشرناها ورشينا عليها رشه الملح طلعت الميه كلها ازاي؟ جبنا الكبه، ودلوقتي معانا نص كيلو كفته. طبعا شيلنا نص اللحمه ونحط النص التاني نعمل بيه الكفته. هننزل بيه في الكبه كده. لو ما عندكيش كبه مفيش مشكله، تتعمل بالايد عادي مفيش مشكله، بس تخلي الجزار يعملها لك وشين. الكفته بتحتاج تكون وشين عشان تبقى ناعمه معاكي. وطبعا هتقولي للجزار يديكي حته بوش، او لو ما عندكيش حته كده ايه ليا، حوالي 100 جرام كده ليا على نص كيلو. هننزل بالليا هتديها طعم وطراوه في منتهى الجمال. بعد ما حطينا اللحمه وحطينا الليا او الدوش، معانا دلوقتي البصله اللي احنا عصرناها اهي، هننزل بيها. طبعا قلنا هتشيلي الميه خالص من البصلايه وهتنزلي بس بالتفل بتاعها. معانا برضو اللي بيخلي طعم الكفته في منتهى الجمال فص واحد توم، هننزل بيه اهو. معانا دلوقتي 3 معالق اوراق بقدونس، الورق بس هتنزلي بيهم. لو بتحبي تحطيها دي اختياري، الخطوه دي اختياري. معانا دلوقتي ملح هننزل بيه، نص معلقه صغيره ملح. معانا رشه كربوناتو، لو مش عاوزه تحطي كربوناتو ممكن تحطي بيكنج باودر. دي رشه صغيره هننزل بيها، هتدي الكفته هتخليها هشه وجميله معاكي زي الفل. معانا دلوقتي نص معلقه صغيره فلفل اسود هننزل بيها. معانا دلوقتي كيس بهارات كفته هننزل بيه. ومعانا بقى السر اللي احنا قلنا عليه، وده مهم جدا عشان الكفته تربط معاكي وتبقى هشه ما تكشش معاكي. معانا معلقه صغيره نشا هننزل بيها، ومعانا معلقه برده صغيره دقيق. يلا بينا هنفرم بقى المكونات دي كلها وارجع لكم تاني. ودي الكفته بعد ما فرمناها، شايفين لونها فاتح ازاي؟ وشايفين معلقه الدقيق ومعلقه النشا ادتها اللون فاتح وعامل ازاي؟ لونها في منتهى الجمال. من عوامل نجاح الكفته انك تمسكيها كده تلاقي الخيوط دي. شايفين الخيوط اللي فيها؟ خطوه مهمه جدا انك تفرميها او تعجنيها بايدك كويس جدا لحد ما تعملي الخيوط دي. شايفين الخيوط دي؟ مهمه جدا. يلا هندخلها الثلاجه 10 دقايق وارجع لكم تاني. ودي كفته بعد ما سيبناها 10 دقايق في الثلاجه شمعت، شايفين مسكت نفسها ازاي؟ يلا بينا نشكلها مع بعض. دلوقتي بعد ما جهزنا الكفته وسيبناها شمعت في الثلاجه 10 دقايق، معانا دلوقتي ميه البصل اللي احنا طلعناها من البصلايه اللي عملنا بيها الكفته. حطينا فيها معلقه صغيره كاتشب، وحطينا عليها رشه فلفل اسود، وحطينا عليها رشه ملح ونص معلقه بابريكا. وشايفين الجمال لونها عامل ازاي؟ يلا بينا دلوقتي نشكل مع بعض احلى كفته تاكليها في الدنيا. معانا دلوقتي عصايه شيش طاووق، هتبيتي ايدك من ميه البصل وتبداي تاخدي قطعه من الكفته، شايفين عامله ازاي متماسكه ازاي، وتبداي تلفيها على عصايه الشيش طاووق الحجم اللي انت عايزاه. شايفين بسم الله ما شاء الله تشكل معانا وبتتفرد بمنتهى السهوله ازاي، عشان معلقه البيكنج باودر ومعلقه الدقيق اللي حطيناها. شايفين لونها متماسكه ازاي؟ شايفين متماسكه ازاي؟ شايفين بسم الله ما شاء الله متماسكه ازاي، حاجه في منتهى الجمال. اهو شكليها كده بايديكي اهي. شايفين جنبك بقى طبق هتبداي تشيلي كده بالراحه، شايفين اهي. ومعاكي الطبق جنبك كده وتبداي ايه ترصي بقى الكميه اللي انت عايزاها على قد اولادك. خبيلي ايدك بسيط خالص كده عشان ما تطريش الكفته معاكي. جيبي القطعه اللي انت عايزاها وتبداي كده تطريها بايدك. شايفين لونها وماشيه معايا زي الفل. شايفين عامله ازاي؟
حاجه في منتهى الجمال. شكلي كده بالراحه، وعمرها ما هتفك منك، وعمرها ما هتكش منك لو مشيتي على الخطوات اللي احنا عملناها. الكفته دي انا بعملها على طول كل شهر، ما بستناش رمضان. حاجه حلوه في البيت وسريعه، صحيتي من النوم مش عارفه تعملي ايه، حاجه سهله، هتطلعي كيس الكفته، شويه مكرونه، شويه بطاطس، اي حاجه جنبها، هتعملي احلى كفته في حياتك. اهي شايفين؟ يلا هشكل الكميه ولا لكم كميه قد ايه. شايفين من نص كيلو لحمه مفرومه عملنا الكميه دي كلها، اكلتين في رمضان في منتهى الجمال. ربع كيلو بالظبط هتعملي جنبه زي ما اتفقنا مكرونه، هتعملي جنبه بطاطس محمره، واكله جميله في منتهى الجمال، وهتقضي اليوم وحاجه في منتهى الروعه. خلينا دلوقتي نعمل احلى همبرجر في الدنيا. معانا دلوقتي نص كيلو اللحمه، عملنا النص كفته، وادي النص التاني هنعمله همبرجر. هننزل بيه، هننزل ببصلايه صغيره خالص، اهي اصغر بصلايه عندك هتنزلي بيها. معانا دلوقتي دي نص كوبايه فول صويا، بعد ما غسلناها ونقعناها شويه بقت معانا كوبايه فول صويا، نص كوبايه بس ما كتريش. معانا دلوقتي كيس توابل برجر هننزل بيه. معانا دلوقتي نص معلقه بابريكا هننزل بيها. معانا دلوقتي نص معلقه صغيره فلفل اسود. معانا دلوقتي نص معلقه صغيره توم باودر هننزل بيها. معانا معلقه ملح صغيره برده. معانا بقى السر الخطير، معلقه النشا او معلقه دقيق اللي هتخلي معانا البرجر متماسك ومش هيفك منك ابدا. يلا ننزل بمعلقه النشا، ومعانا بقى اللي هيديها الطعم الخطير معلقه كبيره كاتشب هننزل بيها. يلا بينا نطحن المكونات مع بعضها لحد ما تلعب معانا. وده البرجر بعد ما خلطناه بكل المكونات، ريحته في منتهى الجمال. اعمليه في بيتك احلى بكتير مما تجيبيه من بره، وطعمه وريحته هيطلع في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي نشوف ازاي هنشكله مع بعض. وجبت المكبس دوت بتجيبيه من اي مستلزمات المطبخ، رخيص جدا يا جماعه، بس هيطلع معاكي كميه ويطلع معاكي مظبوطه زي الفل. بتجيبي المكبس كده، وهتجيبي كيس ثلاجه عادي، وهتاخدي القطعه كده اهوت، هتاخدي القطعه اهي، وهتنزلي بيها كده اهوت، وهتجيبي الجزء دوت عليها وبالمكبس، وتبداي تضغطي كده بالراحه، واحده واحده كده، هيشكل معاكي ويبقى زي الفل. شايفين اهي، هتطلع معاكي مستويه بمنتهى الجمال. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حاجه في منتهى الجمال. يلا نعمل قطعه تانيه من الهمبرجر. هتاخدي كده قطعه كبيره اهي، شايفين عامله ازاي؟ تبداي تنزلي بيها، ومعانا المكبس، هتجيبي المكبس كده وتبداي تضغطي كده بالراحه، تضغطي واحده واحده لحد ما توزعيه في الجوانب. شايفين؟ ترفعي الكيس كده، شايفين؟ انا بقى هقص الكيس ده شويه كده اهوت اهو، وهشيل الكيس كده اهي، شايفين؟ ومعايا دي عاملاها هنزل بيها كده، شفتي؟ يلا نعمل واحده كمان مع بعض. هتجيبي قطعه الهمبرجر، تطريها في ايدك كده اهوت، وتنزلي بيها، وهتجيبي كيس تاني وتروحي ايه، فارده كده بالراحه، تبداي بالمكبس واحده واحده. المكبس بقى بيوزعها معاكي في قلب كل العلبه اهو، شايفين؟ هتشيلي، عاوزه تسوي الاطراف كده براحتك اهي، وتروحي نازله على التالت، شايفين؟ اهي بتعمليهم كده. شايفين من نص كيلو لحمه مفرومه عملنا كام قطعه همبرجر بمنتهى الجمال، مقادير جميله جدا وبسيطه، مش هتاخد منك وقت خالص، وسهله، جربيها مش هتندمي. شايفين القطعه قد ايه؟ حاجه في منتهى الجمال. ده نص كيلو لحمه مفرومه جايباه من عند الجزار، فيه نسبه دهون. يلا بينا هنتعلم ازاي نعمل من نص كيلو لحمه معصجه. هنعملها بطريقه سهله وطعمها في منتهى الروعه، هتعجب كل اللي هياكلها عندك. معانا طاسه هننزل عليها بمعلقه سمنه بلدي، والسمن البلدي دي هيفرق في الطعم جدا. وننزل بعدها معانا معلقه زيت هننزل بيها، ودي هتفرق برضو في الطعم. ودلوقتي هننزل بالبصل، اعملي كميه البصل اللي انت عايزاها. انا بحب النص كيلو، احط نص كيلو بصل عليه، هيفرق معاكي جدا في الطعم. دلوقتي هنشوح البصل كويس جدا،
لحد ما يدبل معانا ويبتدي لونه يتغير ويديك اللون الاصفر الذهبي الخطير دوت. تشوحي كده كويس البصل لحد ما ياخد معاكي لون. حاجة في منتهى الجمال، وصفة خطيرة يا جماعة، جربوها. وما تزودي البصل ما تقلقيش، بالعكس ده بيديكي تسكيرة وطعمه بيبقى في منتهى الجمال. وطبعا البصل الكمية دي كلها انتوا شايفينها كتير، لا هتقل معانا خالص، وفعلا بتفرق جدا في الطعم. شوحي كده كويس البصلة، شايفين لونها عامل ازاي، وحبة حبة كده بيتغير لونها معاكي. هننزل باللحمة ونقلب كويس جدا مع بعض، واحدة واحدة كده اهوت. انزلي باللحمة كلها وهنفضل نقلب لحد ما تستوي معانا كويس جدا. والخطوة دي بتفرق جدا في الطعم اللحمة، انها تقرمش معانا وريحتها تطلع وتكون كده مخرزة، وتتأكدي انها استوت تماما. لازم الخطوة دي مهمة جدا. شايفين طول ما اللون احمر كده لازم تفضلي تقلبي لحد ما اللون معاكي يتغير وتحسي انها فعلا استوت. شايفين كل ما اقلب لونها بيتغير معانا ازاي. حاجة في منتهى الجمال وسهلة. والخطوات دي يا جماعة لازم تمشي عليها واحدة واحدة كده، ما تستعجليش. ودي اللحمة بعد ما لونها اتغير. يلا بينا دلوقتي هننزل بفلفلة واحدة. عاوزة تحطي أخضر براحتك، عاوزة تحطي أحمر براحتك. عندك فلفلة خضرة واحدة بس مفيش مشكلة. هننزل بيها كده، فعلا بتفرق في الطعم، بس ما بيغيرش خالص طعم اللحم. بس بيبقى شايفين شكلها بيبقى عامل ازاي. فلفله واحده بس ما تزودوش. معانا دلوقتي طماطمايه واحده بس او قطايه زي ما بتسميها، مبشوره. طبعا شايلين منها القشر، تبشريها وتنزليها على اللحمه بتفرق جدا، هتخلي اللحمه معاكي جوسي كده. هي طماطمايه واحده بس ما تزوديش. يلا بينا مع بعض دلوقتي هننزل بالتوابل. معانا دلوقتي معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل، معلقة بهارات لحمة، معلقة بابريكا واحدة بس صغيرة، معلقة كزبرة ناشفة. التوابل دي فعلا بسيطة بس هتديكي طعم في منتهى الجمال، ودي مهمة جدا. يلا هننزل بيها. نبتدي بقى نقلب كده مع بعض كده واحدة واحدة عشان اللحمة تشرب من التوابل الخطيرة اللي احنا حاطينها. شايفين لونها عامل ازاي، لحمة في منتهى الجمال ولونها ما اتغيرش. وما تزوديش بقى قوطة وما تزوديش حاجات كتير عشان يفضل طعم اللحمة اللي انت بتحبيه وما يبانش طعمه الا وانت بتعملي البشاميل. الحاجات الخطيرة دي هيطلع معاكي في منتهى الجمال. شايفين اللحمة عاملة ازاي، خطيرة يا جماعة. واعمليها بالتكات والتركات اللي احنا قلناها، هتفرق معاكي جدا في الطعم. ودي اللحمة المعصجة بعد ما خلصناها، شايفين لونها عامل ازاي، هيفرق معاكي في الطعم وحاجة في منتهى الروعة. يلا بينا دلوقتي هنعبيها في اطباق التفريز اللي هتشيليها لشهر رمضان. هتوفر معاكي كتير جدا، وفعلا حاجة في منتهى الروعة، وهتوفر معاكي الوقت. وده العصاج بعد ما خلص. شايفين عملنا من نص كيلو كمية قد ايه، اكتر من كيلو. هينفعك بقى في البشاميل، هينفعك في السمبوسك، هينفعك تعملي بيه جلاش، هينفعك تعملي بيه فطاير. حاجة في منتهى الجمال وعاملاها في بيتك. طلعنا الكمية دي كلها هتنفعك في شهر رمضان. يلا بينا دلوقتي بقى هنكيسه ونشيله في الفريزر. دلوقتي بعد ما خلصنا العصاج معانا نص كيلو لحمة مفرومة. يلا بينا هعلمك ازاي تعملي الحواوشي بتتبيلة لحمة خطيرة ومميزة، وطعمها احلى مليون بره من الشارع. يلا بينا هعلمك ازاي تعملي بطريقه اقتصاديه. ودلوقتي جبنا الكبه. معانا الكبه هننزل بيها بفلفل الوان، لازم يكون مقطعاه كده عشان يسهل معاكي عمليه الفرن. هننزل بيه. يلا بينا مع بعض دلوقتي هنفرمه كويس جدا، ودي خطوه مهمه جدا تعمليها. هنفرمه لحد ما ينزل الميه كلها. معانا دلوقتي نص كيلو بصل هننزل بيه. البصل ده طبعا بيدي الحواوشي طعمه في منتهى الجمال. هنفرم كويس جدا مع بعض لحد ما يختلطوا مع بعض. شايفين شكله عامل ازاي. يلا بينا دلوقتي هعصره وانزل الميه اللي فيه، عشان لازم دي خطوه مهمه جدا يا جماعه ان الميه لازم تنزل منه. بعد ما صفيناه هننزل بيه تاني في الكبه. شايفين مفيهوش خالص ازاي، تحسي مفيهوش ميه خالص. هننزل بيه كده في الكبة. ومعانا دلوقتي فصين توم هننزل بيهم اهم. ننزل بيهم فصين اتنين او معلقتين لو مفروم عندك. معانا دلوقتي اللحمة اللي فيها نسبة دهون هننزل بيها. لو ما فيهاش نسبة دهون هقولك دلوقتي على السر اللي هيخلي طعم الحواوشي احلى من بره بكتير، نفس الطعم والريحة اللي بتشميها من بره. هننزل كده باللحمة كلها. شايفين شكلها عامل ازاي، طبعا ما فيهاش نسبة دهون
فاحنا عاوزين نزود دلوقتي نسبة دهون عليها، نزلنا بيها. معانا دلوقتي خطوة مهمة جدا، قطعة ليا هننزل بيها، شايفين حوالي 50 جرام. دي مهمة، هتجيبيها من عند الجزار، هتفرق في الطعم جدا زي ما بتشميها من بره وبتاكليها. يلا بينا مع بعض دلوقتي هننزل بالتوابل. معانا معلقة صغيرة ملح، ومعانا معلقة فلفل اسود صغيرة، ومعانا معلقة صغيرة سبع بهارات، ومعانا معلقة بابريكا مدخنة. يلا بينا دلوقتي مع بعض. بعد ما نزلنا بالتوابل الخطيرة دي، ننزل مع بعض دلوقتي ببشرة جوز الطيب اللي هيديكي طعم خطير، حاجة في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي هنفرمه فرمة كويسة. لازم نفرم كويس جدا يا جماعة لحد ما يختلط كل المكونات دي مع بعض، تلاقيها كده ناعمة وطرية وجوسي، تلاقيها في ايدك كده تعرفي تشكليها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حاجة في منتهى الروعة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ودي لحمة الحواوشي الخطيرة بعد ما فرمناها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وريحتها والبابريكا المدخنة هتديكي طعم في منتهى الروعة. شايفين عاملة ازاي؟ عاوزة تفرزيها براحتك، عاوزة تعمليها في عيش بلدي كده يطلع معاكي في منتهى الروعة. شايفين عاملة ازاي؟ جميلة وخطيرة. يلا بينا نفرزها مع بعض ونشيلها من تتبيلات رمضان اللي هتنفعك في أي وقت. ودي شكل تتبيلة الحواوشي، حاجة في منتهى الجمال. من نص كيلو لحمة، شايفين عملنا كمية قد ايه. لازم تجربوها، الطريقة دي سهلة جدا وهتعمليها أحسن ما تشتريها من بره. مقادير بسيطة جدا وعاملاها في البيت، وعارفة انت حاطة لحمة ايه، حاجة في منتهى الجمال. ودي كانت طريقتي المعتمدة في تفريز اللحوم. أتمنى تجربوها، ومستنية رأيكم في التعليقات. ويا ترى إيه أكتر تتبيلة أو فكرة عجبتكم هتطبقوها فورا. ما تنسوش اللايك بتاعكم، هو اللي بيشجعني أكمل. ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس دلوقتي عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. باي باي.